a Brazilian taxi driver. His car drove him to Islam. He used it to call to God while roaming around. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. اسمي أليساندرو ميندونسا. أنا عمري 48 سنة، وأنا أسكن هنا في غوارولهos، منطقة جوا في سão Paulo, Brasil. Antes do Islã, eu tinha assim uma vida tranquila, né? Eu não era muito de sair, não era assim, era uma pessoa bastante caseira, trabalhava, tinha vários empregos, estudava também, viajei. Antes do Islã era assim uma vida tranquila, mas ainda não estava com um coração confortável, não tinha um conforto no coração. شيخ أليساندرو، متى بدأت تعمل في هذا العمل التاكسي؟ وأي منطقة تعمل؟ نعم، أنا بدأت من سنة 1992. ما شاء الله، من زمان. من زمان. أنا بشتغل كل يوم، يعني من الاثنين على السبت، أنا واقف صلاة الجمعة، بس أنا بشتغل منذ الساعة 7 6:30 7 حتى الساعة 8 بالليل تقريبا المساء. التاكسي يعني شيء خفيف، يعني ما عندك شيف، أنت تعمل يعني مثل أنت تريد، وأنت تستطيع تعمل دعوة كمان، مشان ما في حدا يحكي شيء معك. قبل الإسلام أنا يعني كان في وقت بحياتي أنا يعني دائما أريد أعرف كيف الله، وأنا كنت católico, ولكن بس بكلام. Então você vai na igreja, vamos dizer assim, quando tem casamento, quando tem um falecimento, que morre alguém, mas eu não era muito de ir à igreja. أنا كنت عندي شغلة بقلبي يعني أحتاج شيء. بعدين رحت لأدفنتيست، بعدين رحت أنا ما بعرف هاي تستيمونيا دي جوفا بيقول هون في البرازيل، بس في ببلاد العربي كمان هذا الدين. Aí depois, com o tempo que eu comecei a querer saber como encontrar Deus, querer saber um caminho aonde que me confortasse o coração. Então essa era a minha prioridade, ter um conforto do coração e conseguir algo que me levasse a Deus. ما شاء الله شيخ، رحلتك طويلة جدا في الأديان، ولكن كيف وصل إليك الإسلام؟ E كنت عند واحد صديق، أنا كنت بشتغل بالتاكسي كمان، بموقف تاكسي، قدام موقف تاكسي كان في محل، هذا محل صديقي اللبناني، أنا أعرفه هو مسلم، ولكن كنت لا أعرف كيف الإسلام، لا أعرف شيء من الإسلام أبدا. هو كان عنده محط سيارة أجار قدام المحل، أنا عزت إني أنقل بضاعتي من بيتي على بيت ثاني وأنقل المحل، كان هو السبب إنه نقل لي بضاعتي مثلا. هم كان على باب رمضان، أنا سأله كيف دينكم، كيف رمضان، كيف صيامكم؟ نعم. وهو قال لي نحن نصوم 30 يوم، نحن يعني نعمل زكاة، ونحن نعمل صدقة في نفس الوقت، يعني شيء لذيذ. هو قال أنا ما شاء الله كويس، أريد أعرف أكثر. هو شرح لي هاي محمد عبد الله، وهو ادتني أول كتب، ما شاء الله، أول كتب بحياتي. قدمت له الكتاب هدية، والحمد لله اهتدى على الإسلام. ما شاء الله. إيش هو الكتاب؟ معرفة الإسلام، وكتاب حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. والسلام. أهديت الكتاب وخلاص تركته؟ تركته، هو كان شغله قدام المحل عنا. نعم. صار كل يوم جمعة يروح معنا على الجامع. ما شاء الله. يحضر الجمعة. ما شاء الله.
الشيخ صالح سليمان. مرة بالجمعة هو يأتي لغوارولوس بمسجد غوارولوس ويأتي درس لكل الناس. نعم. أنا أريد له كمان، أريد أذهب إلى هناك أشوف. بعدين أنا جاي دائما معه مشان نتعلم الدين. A primeira vez que eu ouvi a surata, eu ouvi a surata al-Fatiha. Eu ouvi assim a surata al-Fatiha, eu vi algo muito bonito. Assim, algo que abria o coração. Então, a primeira vez que eu escutei, eu estava na Mesquita Brasil. Eu não tinha escutado ainda, aprendi sobre a religião, mas não tinha escutado ainda. E eu não tinha me tornado muçulmano. Aí, quando eu fui às aulas na Mesquita Brasil, aí eu escutei pela primeira vez alguém recitar Al-Fatiha, né? E, assim, quando ele terminou a recitação, eu não entendi o que ele falava. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط. Mas, assim, a sequência, a ordem, a harmonia, o som, era o que fazia algo no coração diferente. Aí eu pensei, eu tenho que virar muçulmano, nesse momento. والآن بعد أن تعلمت الإسلام وتعلمت اللغة العربية الآن أنت فهمت سورة الفاتحة، ما هي قيمتها بالنسبة لك؟ أنا رأيي أقوى شيء بفكر أنا أكون دغري مع الله. الله أعطاني يعني أمسك وأنت تعمل، أنت تستطيع إن شاء الله. وكنت أسمع حكي عنا مقامه فوق ما يحكون، ياخذ بيدي للجنة ويشرق من ضياه الكون. أرتل فيه واتغنى وكل مرة يفيض الشجون، كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح، كتاب الله. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Quando saímos da aula, rápido eu quis ir para casa para falar para minha esposa sobre aquele momento. Assim que tudo que eu aprendia eu já passava para ela também. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. شيخ متى أول مرة سمعت الأذان في البرازيل، وخاصة نقول أنت في البرازيل يعني؟ أول مرة أنا سمعت الأذان أنا كنت في مسجد. رحت لهناك مشان درس وقال نحن نوقف شوي مشان نحن نصلي. وهو تبلش الله أكبر الله أكبر. بس سمعت هاي الكلمة أنا يعني شيء عجيب جدا، والله ما بعرف الله أكبر كنت ما أعرف هاي، بس هاي الله أكبر أنا فكرته الله يعني كبير، أنا لا أعرف معنى الله أكبر، بس أنا فكرت بالبرازيلي الله ديوس. شعيرة الأذان هي من شعائر الإسلام، وتعظيم هذه الشعيرة من تعظيم الإسلام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ممكن بعضنا ما يشعر بأثر هذا الأذان، ولكن غيرنا يستشعر قيمة هذا الأذان. Para mim falar sobre o dia em que eu me tornei muçulmano, foi dos dias, se não o dia mais feliz da minha vida, né? No dia que eu decidi que era a hora de eu me tornar muçulmano. ومن حرصه على إسلامه ذهب إلى لبنان وترك كل شيء وراءه، العمل والمنزل، وكل هذا في سبيل تعلم الشريعة واللغة العربية. ما شاء الله تبارك الرحمن شيخ أليساندرو، أنت نطقت بالشهادة وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن كيف أقنعت زوجتك في الإسلام؟ أنا دائما أنا بروح الدرس ارجع بالبيت ليك أنا علمت هذا كيف الله كيف الرسول، أنا دائما أعلمها كل شيء أنا أخذه أنا أعطيها شوي لزوجتك نفسه، يعني أنا أجي بالبيت مسرور. نعم. دغري اشرح له. نعم.
أي بعد ذلك بعد 10 شهر ونص أكثر شيء هي كمان قال لي أنا أريد أسلم. ما شاء الله. هي أول من أسلم من أهلك؟ من أهلي أول أختي، بعد أختي أدخل الإسلام وزوجته، بعدين زوجها، وبعد ذلك هي دائما تتكلم معي كيف كيف نحن نفتح الإسلام لبي وأمي. أنا دائما أشرح لأمي من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من الله. أنا دائما أشرح لها، وبعد السنة تقريبا أمي قال لي أنا أريد أتشهد. الله أكبر. ولكن في شهري. أنا قلت ماذا؟ هي قال أنا أريد وبي كمان تشهد. طيب أنا قلت طيب هلك أنت هون وأنا أتكلم بي. بعدين أنا بلشت أتكلم معه. وبدأ أليساندرو يناقش والده حول الإسلام والحق حتى بدأ يلين قلبه وينشرح صدره للهداية. في نفس يوم أنا سألت بي أنت تريد التشهد؟ هو قال نفس الشيء مثل أمي، إذا هي تشهد أنا كمان أشهد. لا ما شاء الله. أنت نفس يوم أختي جيبي أمي وأنا جيبي بي بغرفة. بي من أول عمل الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ونفس وقت أمي كمان أشهد أن لا إله إلا الله. ونحن كلهم بالمتبع يعني بيبكي ومسرور وكل شيء كله. في نفس يوم كمان هي بيقول أنا لا أريد بس أعمل شهادة، أنا أريد أعمل شهادة وألبس حجاب. الله. نفس اليوم هي تلبس. ما شاء الله. هي ألبس حجاب الحمد لله. أمك ما شاء الله أسلمت في أي سنة شيخ؟ 2008. 2008. متى توفيت ما شاء الله؟ 2012. ما شاء الله. 4 سنوات لها في الإسلام. 4 سنوات الإسلام. هي عندما هي توفي نحن كنا نسوي الأوراق مشان نروح الحج. هي مات بنفس السنة الحمد لله. كان النية وأنا وهي كان مريضة شوي، بس النية رحنا للمستشفى حكيت معها نحن بنروح للحج إن شاء الله هاي السنة. أنا حكيت معه، هي قال إن شاء الله معك، أنا ما بخوف، أنا بروح معك إن شاء الله. بس نفس السنة توفي. سبحان الله. قال نستشعر نعمة الوالد والوالدة، من له أم من له أب، النعمة التي نعيشها نحن في الإسلام أخي أليساندرو. يعني الوالد مسلم والوالدة مسلمة، ونقصر اتجاه الوالد والوالدة من ناحية البر. وأنا أعلم الآن ما في داخله أليساندرو. هو كان يتمنى أن يأخذ والدته على ظهره ويحج بها. تضيق الدنيا بس تفرج إذا رتلت منك آيات، ولاقي بعدها مخرج سطورك بلسم الأوقات. شرب قلبي الندى ووراق بصدري نبضه اللي مات، كتاب الله وما غيره رسم دربي بكل وضوح، كتاب الله. أنت ساهمت في إسلام الكثير من خلال عملك هذا في التاكسي. نعم. حدثني عن الطريقة، كيف يسلمون على يديك ما شاء الله؟ يعني أول شهر هون بتاكسي كل الناس بيشوف أول شيء اللحية، بشوف اللحية طويلة. أول سؤال من وين أنت؟ كيف أنت مسلم إذا أنت برازيلي؟ أنا قلت كل إنسان في هذه الدنيا يستطيع يدخل الإسلام. يتقبلون الناس هذا الشيء؟ إيه نعم. كثير سأل كيف الإسلام مشان هون في البرازيل. يعني كل الناس أول شهر يريد يعرفوا شو معنى الإسلام. Eu vou te dar folhetinho, está explicando sobre a religião islâmica. Acho que você vai gostar. شيخنا بعد مرور الأيام جاءك خبر دخول الإسلام، وكان السبب الله سبحانه وتعالى ثم إهدائك الكتاب له.
ايش كان شعورك؟ توقعت هذا الشيء انت اصلا؟ توقعت انه يدخل الاسلام؟ لا ما كان مهم يبني، لا بس كنت انا مفكر انه هو ان شاء الله بيكون من الاسلام. وكان يوم كثير عندي عزيز يعني، وفرحه هيك كبيره. هنيئا للشيخ محمد عبد الله، اهدى كتابين لأليساندرو، بهذين الكتابين اسلمت اسره كامله مع أليساندرو. لا تحقرن من المعروف شيئا، جميل ان تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وانت كنت سببا في هدايه البشر. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي. الله يسامحك يا عزب. راح اركب السيكل. بس ورا ثابت بس. يلا داير نوع احمد. كل ما اوكي باك اكشن. واحزاني معاك تشيك ساوند. شغلت المايك شيخ ولا اشكر الشيخ وهيقف كده. نور في الظلمة في الضيقة ساعة، كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى في باينة مع حد كده يا شباب؟ وأحزاني معاه، من عرفته صارت أيامي هنا. اكشن. الظلمة في الضيقة ساعة. احنا بس نبي ان انت بس فقط تقول شكرا شيخ فهد على هذه الهديه. Eu agradeço muito ao Sheikh Fahd Al-Kandari por esse livro que ele me deu. اشترك معنا في هذه القناة، بإذن الله راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.